ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي شفت فيلم شماريخ، وحابب اكلمكم عنه واقول لكم رايي الشخصي فيه سواء عجبني ولا لا. كل ده هنعرفه دلوقتي في الحلقه. بس قبل ما نعرف قبل اي حاجه يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج على فيسبوك بيج وعملوا فولو على تيك توك. يلا بينا بقى نعرف ايه هو رايي في فيلم شماريخ. مبدئيا بعتذر جدا ان انا بقالي فتره طويله ما عملتش فيديوهات، بعتذر عن الحكايه دي. والحاجه التانية والاهم، الفيلم ده يعني عشان نخش في الموضوع على طول، الفيلم ده فيلم شماريخ. هو المفروض الفيلم اللي من تأليفه ومن اخراج عمرو سلامه، اللي عمل قبل كده افلام حلوه كتير. فيلم زي النهارده في 2008، وبعد كده عمل في 2011 فيلم برضو حلو قوي اسمه اسماء، وبعديها في 2014 عمل فيلمين برضو حلوين انا بحبهم الصراحه، وهما فيلم لا مؤاخذه وصانع في مصر. الفيلمين كانوا حلوين، وفي ناس ما بتحبهمش وفي ناس ما بتحبش صانع في مصر وفي ناس ما بتحبش لا مؤاخذه، بس انا بحب الفيلمين الصراحه. وفي سنه 2017 عمل عمرو سلامه فيلم الشيخ جاكسون. انا بالنسبه لي الشيخ جاكسون هو يعتبر اقل افلامه الصراحه. 2021 عمل فيلم بره المنهج، اللي بالنسبه لي برضو كان فيلم حلو وممتع واستمتعت بيه وكان جميل جدا الصراحه. واخيرا شماريخ. بس طبعا قبل شماريخ كان عمل 3 مسلسلات. طايع كان مسلسل حلو وحسه اندر ريتد جدا، ما وراء الطبيعه وكان حلو قوي ومسلسل رائع، واخيرا بيمبو اللي كان مسلسل جميل وممتع وكل الكلام ده. شماريخ مين الكاست او مين الابطال بتوع الفيلم؟ شماريخ هو بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، ادم الشرقاوي كان عامل دور حلو، مصطفى درويش برضه دوره كان جميل، سامي مغاوري كان عامل دور صغير بس كان دوره كويس، خالد الصاوي، اللي عاملين شغل كويس الصراحه. فاوفرول انا شايف ان من ناحيه التمثيل كان كويس، من ناحيه الاخراج فعمرو سلام كان عامل شغل حلو جدا الصراحه، والتصوير الموسيقى كانت حلوه، بس للاسف انا معرفتش القط مين الناس اللي عملوا الموسيقى التصويريه، بس كانوا عاملين شغل حلو الصراحه. وكان في طريقه كده بيعملوها لما بيجي يبقى في مشهد مثلا حد بيهجم على حد او في هجوم على حاجه مثلا، بيبقى في حيله كده بيعملوها. الطريقه دي كانت ذكيه، يعني كانت طريقه حلوه الصراحه. والاكشن كان حلو، يعني زي ما قلت كل الكلام ده كان جميل وممتع واستمتعت بيه جدا. يمكن يكون من احلى الافلام اللي نزلت السنه دي ومن احلى الافلام اللي انت ممكن تتفرج عليها. وانصح اي حد لو عايز يتفرج على الفيلم في السينما يتفرج على الفيلم ده، يستمتع والفيلم يعجبه. في الاخر تقييمي لفيلم شماريخ هو 8/10. فيلم ممتع جدا وحلو واستمتعت بيه، ورشح اي حد يتفرج على الفيلم. وسؤال الحلقه بقى، ايه ترتيبكم لافلام عمرو سلامه كلها وشماريخ انهي رقم فيهم؟ والسؤال الاهم، ايه اكتر فيلم انت بتحبه للمخرج عمرو سلامه؟ تعرفني رايك في الكومنتس تحت. اهم حاجه قبل ما نقفل يا ريت نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.